ده شبيه مبابي، ودول لعيبة بيست سوكر، وجايين النهارده عشان يتحدوا مبابي في 6 تحديات مختلفة. وده اللي حصل. وأول تحدي لازم تنشن الكورة في ال90. دخل أول لاعب من الأكاديمية وجابها. بعد كده مبابي دخل يشوط وجابها وعمل الاحتفال بتاعه. تاني تحدي العارضة، دخل لاعب الأكاديمية وسجلها وعمل الاحتفال ده. بعد كده مبابي دخل يشوطها بس ما جابهاش، وده رد فعله. تالت تحدي التنشين في الباسكت، لاعب الأكاديمية جابها وعمل الاحتفال ده. ومبابي دخل عشان يعمل المحاولة بتاعته وجابها. التحدي الرابع، دخل لاعب يلف حوالين الكرة 10 مرات ويشوط بس طلعها بره وكان دايخ. بعد كده دخل امبابي عشان يلف حوالين الكرة 10 مرات، وزي ما انتم شايفين كده كان هيقع، بس دخل يشوط وسجلها في الجون، واللعيبه احتفلت معاه. التحدي الخامس، اللاعب ده اختار ان هو يشوط بالشبشب، ودخل يشوط وجابها جون وعمل احتفال الدون سي. اما امبابي اختارها يشوط بالجزمه، ودخل يشوط بس حطها في نص الجون واتصدت. بس قبل ما نشوف التحدي السادس ومبابي هيعوض ولا لا، عايزين نقول لكم على مفاجاه. عاوزين تتحدونا هنستناكم في افتتاح فرع أكاديمية بيست سوكر الكندية التجمع. يوم الأحد 12 واحد. لو انت جيت يوم الافتتاح هتاخد شهر فري. ولو كسبتونا في التحديات هتاخدوا كمان شهر فري زيادة. اما التحدي السادس، انك تشوط الكرة في الجون من جنب العارضة، واللاعب ضيعها لكن امبابي جابها وعمل الاحتفال ده.